تخيل معايا وزير في قلب مصر بدل ما يحميها قرر يحرقها. نار استمرت 54 يوم، أكلت الأخضر واليابس، والسبب راجل واحد اسمه شاور. لكن السؤال الحقيقي، هل شاور ده كان خاين ولا كان بيحاول ينقذ مصر بطريقة مرعبة؟ وهل أنقذ مصر فعلا ولا بدأ أسوأ كارثة في تاريخها؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. بس قبل ما نبدأ الحكاية، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. ويلا بينا نبدأ الحكاية. في القرن ال 12 الدولة الفاطمية كانت بتحتضر، والخلافة ضعفت، والصراعات الداخلية بقت عادية، وكل وزير بيحاول يمسك الحكم بأي طريقة. وهنا بيظهر اسم خطير، شاور ابن مجير السعدي. راجل طموح جدا، وصل لمنصب الوزارة لكنه ما قعدش فيه كتير، اتخلع من الحكم واتطرد من مصر. شاور وهو بره مصر عمل حاجة صادمة، راح يستنجد بمين؟ بنور الدين زنكي، حاكم الشام القوي، وقال له رجعني للحكم وأنا أبقى تابع ليك. نور الدين وافق، وبعت جيش بقيادة واحد من أخطر القادة في التاريخ، أسد الدين شيركو، ومعاه شاب صغير لسه التاريخ ما يعرفوش كويس وقتها. هو مين بقى؟ صلاح الدين الأيوبي. شيركو دخل مصر وهزم خصوم شاور، وشاور رجع وزير تاني. لكن المفاجأة، شاور خاف من شيركو نفسه وقرر يتخلص منه. فبدل ما يحافظ على تحالفه عمل حركة أخطر، راح يستنجد بالصليبيين. وبالفعل ملك بيت المقدس أمريكي الأول دخل مصر بجيشه، ومصر بقت ساحة حرب بين جيش نور الدين والصليبيين، وشاور في النص بيلعب على الكل. لما الصليبيين قربوا يدخلوا القاهرة، شاور خاف وخد قرار يعتبر من أغرب القرارات في تاريخ مصر. حرق مدينة كاملة. المدينة دي كانت الفسطاط، أول عاصمة إسلامية لمصر، مليانة ناس وبيوت وتاريخ. لكن شاور أمر بإخلاءها وبعدها إشعال النار فيها بالكامل. المصادر التاريخية زي المقريزي ذكرت إن الحريق استمر 54 يوم، والنار كانت ضخمة جدا لدرجة إنها كانت بتتشاف من مسافات بعيدة، والمدينة تحولت بالكامل لرماد تقريبا. تخيل وزير بنفسه يحرق عاصمة بلده. يا ترى دي كانت خيانة ولا تضحية؟ هنا في رأيين. الرأي الأول بيقول إن شاور كان خاين، تحالف مع الصليبيين وحرق بلده وضحى بشعبه علشان كرسيه. والرأي التاني بيقول إن شاور راجل اضطر يعمل كده علشان كان خايف الفسطاط تقع في إيد الصليبيين، فقرر يحرقها علشان يمنعهم يستفيدوا منها، زي سياسة الأرض المحروقة في الحروب. وبكده اللعبة انتهت بسرعة. شيركو رجع تاني وسيطر على الوضع، وشاور تم القبض عليه، وفي سنة 1169 ميلادي اتقتل بأمر من شيركو. وبكده تكون انتهت قصة الوزير اللي حرق مصر. لكن الحكاية ما خلصتش، لأن اللي مسك الحكم بعد كده كان الشاب اللي محدش كان متخيل مستقبله، صلاح الدين الأيوبي. شاور واحد من أكتر الشخصيات جدلا في تاريخ مصر. بس يا ترى هل كان خاين باع بلده ولا قائد اتخذ قرار مستحيل علشان ينقذها؟ ولو كنت مكانه كنت هتحرق بلدك علشان ما تقعش في ايد عدوك، ولا كنت هتعمل ايه؟ هستنى رأيكم في التعليقات. ومن ورا المشربية التاريخ لسه بيحكي حكاية. لو الحكاية عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.